مساء الخير، أنا بجاد عليش، خبرة أكتر من 7 سنين في المجال المصرفي وديتا أناليسز وفاينانشال موديلنج انستراكتور. حابب أتكلم معاكم على الفرق ما بين الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية، سواء في القطاع المصرفي أو في الديتا أناليسز كمجال عام. في فرق كبير جدا من اللي احنا بنتعلمه والهاندز اون اكسبيرينس. الهاندز اون اكسبيرينس بتفرق الشخص عن اي شخص تاني دارس الشكل العملي للشغل، ازاي بتتكلم مع البيزنس، ازاي لغة البيزنس بتختلف من الشكل الأكاديمي للشكل العملي. كل اندستري ليها الكلام المعين بتاعها او الجارجن زي ما بنقول عليه. الكلام ده بيفرق شخص عن التاني. في CFO فاكتوري بيعلموك الكلام والمصطلحات الخاصة بالمجال. كل مجال وهو ليه في الفاينانس ليه الكلام بتاعه، ولكن اختلاف الاندستريز في الفاينانس بيخليك بتحتاج جارجونز وكلام مختلف تماما. الشهادات المهنية زي CMA والFMVA او الديتا اناليسز بمختلف شهاداتها بتفرقك عن اي حد موجود في الماركت بشكل كبير جدا. بتتكلم بطريقه مختلفه. المانجمنت بتحب تسمع الارقام. دلوقتي بقينا في عصر الديتا دريفن، كل المعلومات اللي موجوده عند الشركه محتاجين ناخد قرار بناء عليها. الموضوع دلوقتي ما بقاش متروك لاراء الاشخاص، وان كانوا في بوزيشنز محتاجين ديتا، محتاجين ارقام فاينانس، نعمل موديلز. والموديلز الحقيقه كمان بتخش في حاجات كتير جدا في شغل الفاينانس. ان احنا كبنك او كشركه دايما بيكون الوضع المالي للشركه في السنتين الجايه، انا محتاج اخلي عينيا على حاجه زي كده. ده كله بنقدر ان احنا نتعلمه في CFO فاكتوري من انستراكتورز عندهم خبرات كبيره، بينقلوها لكم بشكل مبسط عشان يكون في فرق ما بين الشخص اللي واخد الشهاده بس، وفرق ما بين الشخص اللي متعلم على ايد حد عنده هاندز اون اكسبيرينس في المجال اللي انت حابب ان انت تجوين فيه.